السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. تخيلي نفسك كده وانتي قاعدة في أمان الله، الجرس رن وتبصي من العين السحرية في وقت مش وقت زيارة خالص، المفروض إن وقت نوم. لقيتي المنظر اللي انتي هتشوفيه قدامك دلوقتي ده، إحساسك إيه لما تشوفي العدد ده جاي يزوركم في وقت متأخر من الليل؟ وبعدين بقى اللي دخل على المطبخ، واللي لابس الحلة في دماغه، واللي بيغرف، واللي مشقلب. الطبيعي انك هتقومي بواجب الزيارة، لكن مش الطبيعي ان احنا نتشرط على الاكل اللي محطوط. وبعدين بقى تشوفي المنظر اللي انت شايفاه ده، خلاص الناس هينزلوا وهيسيبوكي زي القمر كده. ده غير دخول الاطفال الحمامات من غير مامتهم، وكل اتنين بيتخانقوا على حمام، والدنيا فل خالص. ويا سلام بقى لو عندك ولد ولا اتنين في سن اولادها، استلمي بقى معركة افلام اكشن، كل اتنين في ركن كده ماسكين بعض وقافشين في بعض. ربنا يستر. والأصعب من كده إنك تلاقي الأم قاعدة هادية ولا بتتحرك، وكأنها بتختبر صبرك وبتشوفك أنت هتربي عيالها إزاي أو هتتصرفي معاهم إزاي. يا إخوانا، الزيارة ليها آداب، وأول آداب الزيارة الاستئذان، وبعديها الاستئناس. إيه الفرق بين الاستئذان والاستئناس؟ الاستئذان إن أطلب الإذن وأديكي خبر إن أنا جاية أشوف ظروفك تناسب ولا لأ، وأحدد الزيارة على مواعيد صاحب البيت، مش على مواعيدي أنا اللي تناسبني أنا. وبعد الاستئذان الاستئناس، يعني لازم صاحب الزيارة يكون مرحب، يكون مبسوط ان انا رايحه له، مش متضرر ولا متضايق ولا مضغوط. علشان كده ربنا بيقول واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وما تزعليش لما تقولك مش هينفع تجيني دلوقتي، ما انتش عارفه ظروفها ايه، يمكن تعبانه، في مشكله، زعلانه مع زوجها، نازله مشوار ضروري، فلازم نقدر بعض ونعذر بعض. اما بعض الناس اللي عنصر الزمن عندهم ملوش اي قيمه، ممكن تقعد تزورك مثلا 3 4 ساعات 5 ساعات، ولا على بالها ابدا ان وراكي شغل، وراكي اكل، زوجك جاي. وفي ناس بارده تفضل قاعده لحد زوجك ما يجي من الشغل، ولا على بالها ومبتسمه، وجوزك يدخل ويقعد ويطلع هدومه وهي برضو قاعده ما عندهاش مشكله. مستنيه ايه؟ انا مش فاهمه. ما تقلليش من اجرك في زياره اختك بانك تضغطيها وتسببي لها مشكله مع زوجها. وبعدين المثل بيقول يا بخت من زار وخفف، ولا ايه رايك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.